طيب صباح الخير. عشاق الرياضة، عشاق المستطيل الأخضر بمختلف أنديتكم. بقول لكم صباحكم بكل خير وعافية. أنا جاي أتكلم في نقطتين أو ثلاثة عن مباريات ريال مدريد. أول حاجة خلينا أقول إنه المباريات الكبيرة اللي مرينا بها والمباريات الثلاثة بالأخص يعني الأخيرة. فلو لاحظنا من كأس العالم للأندية، ريال أمام باريس، يمكن حصل فضيحة كروية بصورة ما جميلة جدا، فما قلنا ما مشكلة، الأمور مشى. وجا حصل برضو في مباراة بتاع ليفربول اللي اتغلبنا فيه 1. أنا صراحة ما جاي ينتقد ريال ولا انتقد تشافي، وأنا ما بحب الانتقاد خالص، بحب أدي أي زول حقه. وريال مدريد نادي كبير، وتشافي برضو مدرب كبير، والأندية برضو غلبتنا أندية كبيرة وأندية بتلعب كورة وأندية ما شاء الله لها كل الاحترام والتقدير. وبس المشكلة طبعا إنه الحاصل إنه في بعض العناصر تركوا الريال ومشوا، وبقى في منظومة جديد ودخلوا عناصر جديدة، ومن ضمن الحاجات الإصابات وقت تدخل، والحاجات دي كلها ممكن بتلخبط المنظومة بتاع الفريق، زائد مدرب جديد والفلسفة الجديدة أو النقلة في الطاقم التدريبي أو الإداري. دي كلها حاجات بتأثر. لكن أنا ما داير أنتقد وما داير أقول. أول حاجة ليه هنا أنا بقول حلا مدريد، حتى الآن إحنا متصدرين، فبس لأن نحضر في بعض النقاط، والمباريات اللي قاعد تحصل فيه هزيمة للريال بيكون بطريقة ما كويسة، بيكون في عشوائية في الأداء أو تقديم الكرة. الحاجة اللي أنا عايز أوصله، يعني أنت الليلة لاعب أمام خصم، أنت ما تخط الخصم ده ساهل، وأنا خلاص إنه شنو ألعب بأي تشكيلة. والحاجة الأهم اللي أنا عايز أتكلم فيه، أنا لا زال إنه أقول فينيسيوس أفضل لاعب في ريال مدريد، ومن أفضل المفاتيح في العالم لكرة القدم. ما ممكن تكون عندك لاعب زي فينيسيوس تخطه برا. ولعبت رودريجو، نعم قلنا ما مشكلة، رودريجو ده من أهم العناصر برضه في ريال مدريد، لكن خطه في الجناح الأيسر، خليه يلعب في الجناح الأيسر. فران غارسيا وعندك كاريراس ديل يتبادلوا مركز واحد، ومعهم فيرلاند مندي ديل يتبادلوا. لكن تشافي جاب فلسفة تاني ولعب الودة، يعني لعب فران غارسيا على الجناح. ودي يمكن واحدة من الحاجات، أي مدرب ذكي أو أي خصم بيعرف إنه يمسك لك المفاتيح الرئيسية وبيقفل لك الكورة، خلاص بيقفل لك كل شيء. اللعيبه بتاع الريال كلهم مهمين وكويسين واي حاجه، لكن في تشكيله انت لازم تضعه بعدك، تحاول انه توالي في تشكيله تاني، زي ما زين الدين زيدان عمل في فترات اللي تألق فيه وشال فيه كل الكؤوس اللي هو شالها. فمن هنا احنا بنتمنى انه تشافي الونسو هو، يعني انا ما عندي مشكله في فلسفته الاداره والطاقم الإداري، ابتداء من الرئيس لآخر فرد في الريال. يمكن هم مدينه فرصة، أيوة، ومدينه يطبق الفلسفة بتاعه والخطة بتاعه، لكن دايما انت في مباريات المهمة ما تخد لاعب زي فينيسيوس جونيور برا، ولا تبدله بصورة عشوائية وإلا لأسباب تانية. دخول كامافينجا وأيضا دخول فالفيردي ودخول فيني يمكن صلحوا الكورة، ووصلنا مرحلة بتاعنا احنا تعادلنا ويمكن كان نغلب. يعني احنا لاحظنا الود غونزالو غارسيا مما غشة، يعني دق كورة هيد، لو ما الكورة عالية كان يمكن يسجل هدف وتاني في لقطة مفروض يسجل فيه هدف تاني. فدي كلها حاجات يعني هو يشيله ويحلله ويضع لنا تشكيلة كويسة عشان احنا نقدر ننافس بصورة كويسة. ولا زال انه انا واثق في تشافي الونسو، مدرب كبير، وانا واحد من الناس حتى لو حصل شنو، انا ما من الناس اللي بينتقد وبكره المدرب. طول ما انه هو بدأ مشروعه وطريقه هينجح فيه ان شاء الله. ايوه هيواجه تحدي، وباعتباره لسه هو في الموسم وبدايته، مدرب جديد وفي لعيبة جديدة وخطط جديدة وأفكار جديدة ومراكز جديدة حتى للعناصر الموجودين القديمين، وتشكيل جديد. يعني حتى الآن ما ثابت في حاجة واحدة، لكن نتمنى
إن شاء الله ريال مدريد هيرجع الريال اللي نحن بنعرفه. وأنا برجع بقول لكم يا مدريديستا، ولا زال نحن متصدرين وحلا مدريد دايما وأبدا. وإن شاء الله من هنا لقدام الريال هيكون حاجة تانية. وعندنا مباراة إن شاء الله يوم الأربعاء أمام أولمبياكوس، وبرضه هيكون قسم برضه صعب، لكن نحن برضه شنو نقدم كورة المطلوب والكورة اللي بيرضي الجمهور في بطولتنا المفضلة. ولا زال نحن قدامنا مشوار وطريق طويل، والريال إن شاء الله لقدام هيبسطنا. وأنا بقول لكم على مدريد دايما وأبدا، وكل خطأ نحن ننتقد انتقاد إيجابي وما ننتقد انتقاد سلبي. وأيضا نحن بنؤمن أي فريق عنده فترة بيجي بيمر بفترة بتاع انتكاسة، ودي حاجة طبيعية جدا يعني. الناس برضو ما تتضايق وما تتكلم كلام يعني بصورة ما يهو. أيوة نحن نحلل ونتكلم وحاجات زي دي. فبس يعني حاجة اللي أنا شايفه في السوشيال ميديا ناس بتتكلم بزعل بغضب، يعني ما بيرجعوا بيقعدوا يشوفوا الزوايا والحاجات اللي يمكن اللي بتخلي الفريق يصل لكده بصورة معينة. بس احنا عايزين انه ننتصر ونكون في فورمة عالية، خلاص دي المشكلة. لكن بننسى انه في مشاكل احتمال لحسي ما في اتفاق بين اللعيبة والمدرب الجديد حتى الآن، وما في انسجام، ما في حاجات كتير يمكن دي اللي بتعمل أزمة. لكن اللي قدام الأمور بيمشي كويس إن شاء الله. الأمور هيمشي كويس على مدريد دايما وأبدا، ونحن في الصدارة حتى الآن.